الكثير من المواطنين العرب عم بيعانوا من إشكالية الحصول على ترخيص للبناء، شو ممكن المواطن العربي يعمل عشان يحل هاي الإشكالية؟ علامة استفهام. واحنا كل مره بضيقوا علينا على اساسا كل ما بدنا نعمر بيجوا بقدمونا مخالفات، عمالين بنتخالف وبندفع مبالغ طائله، شايف شو؟ وبقولوا لنا معك سنتين طب بدك تروح تعمل رخصه. طب انا بدي اعمل رخصه، لا انت اللي بتعطيني الرخصه وانا بتقول لي روح اعمل رخصه، انا لمين بدي اروح؟ يعني اروح على دوله ثانيه اطلب رخصه من دوله ثانيه حتى يعطوني رخصه؟ وعدة مؤسسات المسؤولة عن الظاهرة العينية اللي هي التخطيط. فأولا إذا بنيجي على سياسة الحكومة نفسها، هي سياسة تحديد مناطق أو نفوذ القرى العربية والخرائط الهيكلية، بعكس التخطيط المعد للوسط اليهودي اللي هو توسيع وتطوير القرى والمدن اليهودية. من ناحية البناء وتطوير البناء، إيش المشاكل الموجودة؟ أهم المشاكل الموجودة؟ يعني اليوم لو طلعنا ب 2013 على الحيز في البلدات العربية، إن كان في منطقة النقب، إن كان في المثلث الشمالي بالجنوبي، منطقة الناصرة أو منطقة الجليل، يعني تقريبا بتعاني من نفس المشاكل المركزية. ولكن الأمر أهم من الأوسع من هيك، وهو الأهم برأيي. اليوم العرب في البلدات العربية في إسرائيل قاطبة تملك 2.5% من مساحة الأراضي الدولة، رغم أنه هم عمليا 20%. هاي 2.5% اللي بتملكها السلطات المحلية العربية عمليا تم استنفاذها من ناحية البناء والتطوير. نلتقي فيكم بحلقة جديدة مع علامة استفهام جديدة.